الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس 16 من دروس شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. استكمال ربي عن مفهوم قوله في متنه الباعث الرسل إليهم. بفضل آخر حاجة شرحتي والمقدر لحركاتهم وآجالهم، بمعنى الله جل جلاله هو الضابط لحركة الإنسان في الحياة، ولا شيء اللي يحرك غادي ينتظم كل شيء سبقدرة ربي سبحانه عز وجل. المعلنات وآجالهم لا جاب فلوس ديوان فقط ربي ولكل أجل كتاب وليس مساتيون ألما يبغض الأجلس يولد ربي ذي الآية النظام أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في موج مشيدة. من هذه الآية النظام وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الإمام الشافعي رضي الله عنه إن ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. يكمل الإمام أبي زيد القيرواني الباعث الرسل إليهم، يعني ودي شيعان يمشي عن لي بروفيت لي ميساجي إمولهم الثالثة غيريث ضرب يختارثم إيش كيفية. لذلك الرسل اصطفاهم رب العزة جل جلاله أيضا لإقامة الحجة عليهم. ربي شجعت يمشي عن باش يخدم الحجة في اللام غير في الخلقية ولاش ولا سنين وصغيرة ولا سنين شجع شحال الأنبياء شحال المرسلين أمزوالو النبي أمزول آدم عليه السلام أنكروا آخر النبيين خاتم النبيين كما قال القرآن الكريم في سورة الأحزاب 40 ولكن رسول الله هو خاتم النبيين. من هو خاتم النبيين؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جميعا. من بعد ذلك ثم ختم الرسالة والنذار. ختم الرسالة سوى شو؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اكتمل الدين في قوله تعالى في سورة المائدة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا القرآن نزل في حجة الوداع، ماشي تسيدي الآيات اللي نقولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماشي تسيدي في نزلت في حجة الوداع، ولكن لا يختم كانوا تنزل في الناس الآية عند يسام في سورة البقرة الآية 281 عند دين ربي سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والبذارة معنى النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة كما قال القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وما على الرسول إلا البلاغ. والبذارة جاء أيضا نذيرا بشيرا ونذيرا يبشر وينذر كذلك. البذارة معناه شو يتراجعون إلى خطبه والوثبي على طريق الهدى يتراجعون تعرف ذنب مرض إلى خطبه. والنذارة والنبوة إذن هو خاتم النبيين، هو خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين. أكيد لنا ابن أبي زيد القيرواني بشيرا ونذيرا. البشارة إذا جاءت مطلقة تفيد الخير. مرسل ديون بشرك قبيل الصفرحة معنى الأخبار الصفرحة ويشبه حارس ديون أكس فرحة أثر الشركة يفرح يسد ما كاينش منها ناس ديال الأخبار يصير في أكس فرحة الفلاني يخدم لك سيدة بعد الشركة البشارة دينها. لذلك البشارة إذا أطلقت تنصرف إلى الخير دينها، وإذا قيدت يمكن تروح حاجة أخرى. ربي قال في القرآن فبشرهم بعذاب أليم. هكذا القرآن معناتها
قرص عذاب مركب، يعني اسمي بريباري تراجل ديال الصراحه حنسى داير ندير اسمي تراجل ديال الصراحه وكي اذا ربي في لنا الكفار المشركين كثير مدينه فبشرهم بعذاب اليم. اذا أشهدنا ابن أبي زيد القيرواني إناد فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله. مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الداعية إلى الله يدعو إلى الله. رب سبحانه يدير في القرآن الكريم في سورة النحل الآية 125 ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الامر موجه الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيره الينا جميعا معاشر المسلمين. ربي يزيد عليه الصلاه والسلام سيول ثغرين الدين إمذال المرة سابين السلامة في كندامة سوى الشمس الحكمة وصاجاز والموعظة الحسنة سوى الزغم ذي الزغم يفضل تسدى وجادلهم بالتي هي أحسن. أدلة الجدال يعني حوار أديني بالتي هي أحسن ماشي سوء الرواية. أشد من بعد وداعي إلى الله بإذنه وسراج منيرا. ربي يعصر ويسلم يجعل ربي سبحانه تفت ذو النور ولد فعل يعصر ويسلم أدفع استطلام الكفر استطلام الشرك الثفاث من الإيمان سراجا منيرا. وأنزل عليه كتابه الحكيم القرآن الكريم ربي اسم الكتاب الحكيم ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في القرآن الكريم هو الجامع لكل خير. يبقى في كتاب ذلك الملات في مسؤولة بنت بالهدى ولكن الهدى المكمال ولد يسمي القرآن لكن تسمي الآية في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وشرح به دينه القويم ربي اسم الدين القويم معناه مستقيم لا اعوجاج فيه. لذلك قال في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونظر سبحانه يكمل أول المتن وهدى به الصراط المستقيم. معناه القرآن الكريم يهدى يجعل ربي السبة باش أنفع أثريد المستقيم. في سورة الفاتحة قرأنا يهدى الصراط المستقيم أكيد اسمها. في سورة النظام سورة الأنعام الآية 153 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك الإسلام كندما وهدى به الصراط المستقيم. نكمل إن شاء الله تعالى هذا المثل الجليل في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. والسلام عليكم.